شباب السوالم يفوز على فريق الوداد البيضاوي بهدف لا صفر في كأس التميز. شباب السوالم يحقق فوزا مهما على حساب ضيفه الوداد الرياضي بنتيجة هدف لا صفر في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة من كأس التميز. وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب حسين أمنتاغ في الدقيقة 33 من الشوط الأول على أرضية الملعب البلدي ببرشيد. وشهد الشوط الثاني فرصا ضائعة للفريقين، أبرزها إلغاء هدف لصالح شباب السوالم سجله كريم القروج في الدقيقة 64. ارتقى شباب السوالم من المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع فريق شباب المسيرة. في المقابل تراجع فريق الوداد الرياضي إلى المركز الثاني ب4 نقاط، بينما المتصدر الكوكب المراكشي ب7 نقاط. تعتبر هذه النتيجة مفاجئة في مسار البطولة، حيث أثبت شباب السوالم قدرته على المنافسة الفروق الكبيرة، مما قد يؤثر على ديناميكية المنافسة في هذه المجموعة. وبغض النظر على القمة ديال هذا الكاس هذا وجودة لاعبي الآمال واختيارات التقنية، ولكن الحكم اليوم دار خطأ كبير، وهو الإعلان على ضربة جزاء مؤكدة وصحيحة لفريق الوداد البيضاوي. اللاعب رايان بانسي دار ماتش كبير اليوم، كيلعب متوسط الميدان وفي العمر ديالو 21 سنة، من أشبال الوداد. كان طلعو غاموندي للفريق الأول وصيفطو النصيري إعارة للوحدة الإماراتي، ودابا رجع. النصيري كان كيتجاهل أبناء الوداد، الشي اللي كيمشي في حالو، واش كيسيني على برا ولا في شي فرقة في البطولة وفي الوداد كتضيع فيهم. ماكوينا وضع الثقة في رايان باش ياخذ الفرصة ديالو ويثبت راسو في الفريق الأول. وفي هذا الماتش هذا كانت إصابة خطيرة جدا اللي تعرض ليها اللاعب نادي الوداد الرياضي البرازيلي رينان ضد الشباب السوالم برسم الجولة الثالثة من كأس التميز. تمنياتنا بالشفاء العاجل للاعب البرازيلي رينان. وفاش سال الماتش خرج مدرب الوداد الرياضي مكوينة في التصريحات وقال: أنا مع بقاء كيفية تطوير البطولة الاحترافية، لا يمكن أن أكون هنا وأعطي آراء سلبية عن البطولة، ولا أريد أن يفهمني الناس بشكل خاطئ بخصوص التصريحات التي صرحت بها، وأنا أقدر المجهودات التي تبذل في المغرب. هذا التصريح هذا كان موجه إلى بلقشور. التصريح الثاني ديالو قال: البطولة صعبة جدا وتحتاج لمجهود بدني كبير، واللاعبون الشبان لا زالوا صغارا ومن الصعب أن يتكيفوا بسرعة، وسأظل هنا بشكل مطول، وسأظل أطور الفرق كل يوم بشكل أكبر، وأنا أعرف أنني لن أبقى هنا إلى الأبد، لكنني أشتغل كل يوم كأنني سأظل هنا دائما.